من الجميل أن يتم تخصيص يوم في السنة للاحتفال بعيد الأم، لكن الأجمل أن نتذكر أن نكرم أهلنا دائما ونظهر لهم محبتنا وامتناننا باستمرار. أنت على حق، لأن الذي يتعب أهله ويعاملهم بفتور كل أيام السنة لن تصدق مشاعره يوم العيد مهما تدفقت وفاضت. كلام الحب والمدح يبقى زائفا إن لم يقترن بأعمال تؤيده، وفي الوقت نفسه لن يكون لأعمالي وتضحياتي معنى إن لم أفصح عن العاطفة التي أكنها لهم من خلال تعبيري بكلمات الحب. صحيح، لذلك جهزت لأمي مفاجأة سارة اليوم. وما هي؟ إنها قصيدة للشاعر ميلاد ثابت اسكندر. فاسمعي ماذا تقول. بحبك يا أمي يا نبع الحنان، يا ساكنة في قلبي وفي كل الكيان. بحبك يا أمي يا بلسم جروحي، يا عقلي يا دمي يا نفسي يا روحي، يا أجمل هدية من السما ليا. بحبك يا أمي يا غالية عليا. بحبك وهفضل أحبك كمان، يا معنى الحياة يا حضن الأمان. بحبك وحبي ده شيء مش كفاية، ده حبك مغطي وفيه الكفاية، يا أجمل هدية من السما ليا. بحبك يا أمي انت يا نور عينيا. أول حاجة سمعتها كانت نبض قلبك، أول ضحكة ضحكتها وأنا نايم في حضنك، وأول نظرة شفتها أكدت لي حبك، أول كلمة قلتها كلمة بحبك، يا أجمل هدية من السما ليا. بحبك يا أمي يا غالية عليا، يا أجمل هدية من السما ليا. بحبك يا أمي انتي يا نور عينيا.